سلمت قلبي يا ربي لتصله، رفعته. مساء الخير حبيباتي، مرحبا بكم معايا في مطبخ وتدابير ام نجم الدين. اليوم عاودت مونتيت لكم الفيديو تاع بوف الجوخ بالزيتون، خطر ما عطيتوش حقه. ما وصلت لكمش الفكره كيما راني حابه، وقلت اليوم نعاود له المونتاج باه تستفادوا ونكملوا في السلسله تاعنا تاع عولة الشتاء ولا عولة رمضان. كيما نعرفوا رمضان بقالو ربع شهر. يا ربي نبداو نوجدوا في التحضيرات المسبقه باش نلقاو رواحنا ان شاء الله كي يوصل الشهر الفضيل. نبداو على بركه الله. هنايا عندي كيلو فلفل حار، عندي 100 غرام زيتون خضر، كاس زيت، كاس خل، مغرف ملح، 2 مغارف كزبر، وراس متوسط تاع ثوم. نروح دركا نعطيلكم طريقة التحضير. اكيد بعد ما غسلت الفلفل ونظفته مليح راح نجيبه، نحيلو الزريعة كامل اللي فيه كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. نقطع الفلفل على 2 وننزع الزريعة ونقطعه قطع عشوائية ونرحيه في الروبو مع الزيتون والثوم. واكيد مانيش راح نرحيه بزاف، دورة ولا دورتين فقط حتى يصبح بالقوام اللي راح تشوفوه معايا دركا. هذه الطريقة كنت هزيتها على امي، ربي يحفظها. هي اللي علمتني فيه ويجي بنين بزاف واللي ياكلوا عندي كامل يعجبوا. كما راكم تشوفوا حكمت الفلفل قطعته قطع عشوائية ولحت معاه الزيتون وراح نرحيهم. كما قلت لكم نخليوهم يدوروا دورة ولا 2 او سي بون. هذا هو القوام اللي كنت نقولكم عليه، يجي هكا مدشدش، ماهوش مرحي خلاص وماهوش طراف كبار بزاف، يجي مخلط. نسيت نقولكم راني نلوح مام الثوم تترحى معاهم باش تجيني هكا ماي كبيره بزاف. هنايا بعد ما رحيت الكميه اللي عندي، حنجي نداويه نلوح فيه توابل 2 ملاعق كزبر وملعقه ملح، والخل والزيت، ونخلطهم مليح حتى يدخلوا في هذاك الفلفل. هنا كما راكم تشوفوا راه هو كي واجد واجد البوفجوغ راح نديرو في بلارات تاع قزاز ونحتفظ به في الثلاجة يقعد لي مدة طويلة، ما يفزت ما يروح ما يجي. نقدر نستعمله من ثاني او ثالث يوم راح يكون ترقد لي مليح في هذاك الخل والزيت وراح نقدمه. سلام.